مساء الخير. شكرا لكل من دعمني في العمرة، كل من دعالي، كل من هو كان قلقان عليا، كل بيطمن وامتى يا استاذه تجيلنا، امتى يا دكتوره. كلكم حبايبي، كل اللي اداني دعوه دعيتها له الحمد لله، ما سبتش حد. ويا رب ينولها لكم، انها جميله جدا وراحه نفسيه وحاجه روحانيه غير طبيعيه. الواحد حقيقي بيحس انه يعني غسل ذنوبه كلها، ان هو فاق، ان هو اصبح انسان بيخاف دلوقتي على اي لحظه اي حاجه. فيا رب ينولها للجميع، يا رب تبقى من نصيب الجميع ان شاء الله، وتكون حجه كمان، يا رب الحج كمان يعني ينولها لنا ربنا. مش عايزه اطول عليكم كتير، وعايزه اقول لكم موضوع اوبر. موضوع اوبر النهارده، انا بقول لكم وداع اوبر. انا مش عايزه اقول مقاطعه، لان المقاطعه دي كبيره عليه، انا بديله قيمه قوي. اوبر ما عبرناش، اوبر من ساعه ما طلع الاستاذ عمرو اديب وقال لنا مين ده صاحب اوبر، مين ده اللي عنده القوه الجباره ان هو البنت تموت ولا يعتذر ولا يقدم اي حاجه، وهو دي قوانين الاوبر ومفيش حتى يعني ماء وجه. بعد كده حادثه البنت الثانيه اللي يا حبيبتي في التجمع وكان هيعتدي عليها. حادثه ثالثه، واحد بصوا وهي جايه ورا بعض زي بالظبط بتقول اوبر باي 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 باي. واوبر ما كانش ذكي في ان هو خلى الناس لا زي بقى انا ايه، حاطط رجل على رجل، ومهما تقولوا ومهما تعملوا انا قاعد لكم وانتوا حتى تركبوني لا، اسفين. انا شخصيا شلت اوبر من موبايلي، ولادي، كل اصحابي، كل جيراني. اوبر اتشال من ناس كتير قوي، ناس كتير قوي قفلت الابلكيشن بتاعت اوبر، وهنجيب سواقين زي زمان اللي هم كانوا عندنا، واحنا قلنا لا اوبر امان اكتر واسرع وكده. لا ده اوفر. وغير كده ان واحد مؤمن على ولادنا احنا عارفينه، بيوديهم وبيجيبهم دروسهم وبيوديهم النادي التمارين بتاعتهم، بيوديكي انت في اي حته انت مطمنه على نفسك. نرجع تاني نجيب السواق ده، ما عندناش امكانيات خلاص ننزل نودي ولادنا بنفسنا، زي انا نفسي شخصيا هعمل كده. بنتي هوديها لحد صاحبتها لحد دروسها، هرجع تاني اروح الف كده في اي مكان وارجع تاني اخدها من المكان ده، لاني مش هركبها اوبر ولا هامن عليها. انت يا اوبر لا بقيت لينا امان ولا ثقه. عايز تجدد تاني احساسنا بالامان معاك، تنزل ابلكيشن وصوره ونشوف ولادنا وهم ماشيين جوه عربياتك. ابلكيشن كده بيننا وبينك، تجدد، عم تعمل عمليات دوريه لتحليل المخدرات ليهم، تشوف هم مين دول. لكن انا حاسه ان اي حد بيقدم لك ان هو خريج كذا كذا وبطاقته وخلاص، وبتدخله وبيبقى انت مش عارف مين دول. موضوع اكبر من ان انت تتصور ان احنا ممكن نرمي ولادنا في التهلكه، ان احنا نحس ان احنا نودي ولادنا في حاجه غير عدم امان. لا، احنا رافضينك اساسا ورافضين اوبر نهائي، ومش هنقطعك، احنا قفلنا خلاص، عملنا عملنا لك بلوك. وداعا اوبر، وارجوك ما تستهترش اكتر، ما يبقاش فيه استهتار قوي كده بالشعب المصري. الشعب المصري واعي جدا وعنده احساس ومشاعر، ولو انت ما عملتوش بالمشاعر والاحاسيس دي انت خسرت كتير، وفعلا خسرتنا وخسرت كل من يعرفك. فان كانت شركه تانية عايزه تعمل حاجه زي اوبر كده، وفي شركات منهم تعمل ابلكيشن اللي هو بالصوره ده، عشان نقدر نامن ان احنا نخلي ولادنا تاني يرجعوا لاي شركه من كده. لو انا شايفاها على موبايل كل شويه ومتابعاها، خلاص انتهت القصه. فالذين لو قدروا تعملوها يبقى امان لينا. ولازم ان الشعب المصري يعني يكون في وعي وثقافه اكتر من كده، ان احنا فعلا استخسرنا كتير قوي. احنا بنسيب ولادنا مع شركه هي اساسا مش قادره تتحمل مسؤوليه اللي هي عاملاه. السلام عليكم.